هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبة. هنبني السد العالي. قناة السويس تصبح ملكا خالصا لمصر. مخيمات الفلسطينيين أصبحت قاعدة انطلاق للكفاح من أجل تحرير وطنهم. وبزرعهم في فلسطين صادر اليهود منازل وأراضي وممتلكات وثروات الشعب الفلسطيني، وكان هذا يشكل أضخم عمليات السرقة الجماعية في التاريخ، تمثلت في طرد شعب كامل من دياره وزرع شعب آخر مكانه. بيروت تصبح البوابة الرئيسة للغرب التي تمر عبرها الثقافة الغربية إلى بلدان المشرق العربي، وأصبحت مركز استعلام تستخدمه الدول الكبرى لمتابعة مجريات الأحداث في المنطقة. كما غدت بيروت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا تعبر منه السلع والبضائع الغربية المستوردة إلى الأسواق العربية. بغداد سنة 57 هادئة الآن، إلا أنه ينتظرها تغييرات كبيرة في المستقبل القريب. بلدان منطقة الخليج العربي التي ما زالت تحت الهيمنة الاستعمارية البريطانية تقف الآن على عتبة انتعاش اقتصادي بفضل الثروة النفطية. أدى التطور الكبير في وسائل المواصلات إلى زيادة عدد المسلمين الذين يقصدون الحجاز لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فمكة والمدينة هما محور أفئدة المؤمنين.